صباح الخير عليكم. انا جد سعيد بلقياكم مره اخرى على قناه الشيف نور الدين. حلقه اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقه تحضير المناقيش بالزعتر. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش، المناقيش هي من الاكلات الشعبيه المشهوره في الوطن العربي. تقريبا مشهوره بزاف في بلاد الشام وسوريا. ففي حلقه اليوم غادي نحضرهم معكم. هما كيكونوا تقريبا بحال الفطائر، كديروهم بالفخوماج اولا كديروهم بالزعتر. فراه كيجيو لذيذين بزاف، فنتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. وفي حلقة اليوم غادي نعطيكم سر من الأسرار باش يبقاو الفطائر ديالكم والمعجنات ديالكم يجيكم خفاف وهشاش ولذاذين بزاف. فإلا عجبتكم الحلقة ديال اليوم ما تنسوش ديروا جيم الفيديو. فإذا كنتوا أول مرة غادي تزوروا القناة ديالي نزلوا واشتركوا. ما تنسوش كذلك تخليوا لي التعليقات ديالكم والآراء ديالكم حول الوصفة ديال اليوم. ويلا نبداو الوصفة. وقبل ما نبداو الفيديو ديال اليوم بغيت نوريكم هذا المنتوج الجديد ديال شركة الرافعة اللي هو محسن الخبز. كاين كذلك محسن الحلويات اللي ديجا وريتكم اولا قدمت لكم به بزاف ديال الوصفات، هذاك خاص بالكيك وبالحلويات. بالنسبه لهذا المحسن هذا فراه خاص بالخبز. بالنسبه للناس اللي كيجيهم الخبز ديالهم ما طالعش، كيجيهم الخبز رقيق، كيجيهم الخبز ديالهم ما ناجحش، فهذا المحسن هذا هو اللي غادي يحل لكم جميع المشاكل ديالكم. فهذا المحسن هذا كيسهل عليكم العجن، يعني كيسهل عليكم العجين خصوصا بالنسبه للناس اللي كيعجنوا بيديهم. وكذلك غادي يعطيكم واحد الريزلت اللي زوينه بزاف، كيعطيكم لي بغيوش والمعجنات ديالكم والخبز ديالكم ما كيجيش ناشف، يعني واخا يبقى مده طويله يعني كيبقى محافظ على الرطوبه ديالو. وكذلك غادي نستعملوا الغنيه عن التعريف الخميره ديال الرافعه الطبيعيه، حتى هي راه زوينه بزاف، هي اللي كنستعمل انا دائما. فغادي نحتاجوا كذلك المعلقه ديال السكر خشن اولا السكر سنيده. غادي نحتاجوا كذلك الماء اللي يكون دافي، رشيشه ديال الملحه. غادي نحتاجوا كذلك زيت الزيتون، وغادي نحتاجوا كذلك الدقيق الابيض. حاولوا تاخذوا دائما الدقيق اللي يكون ممتاز باش ينجحوا معكم الوصفات ديالكم. فبالنسبه للمقادير كما عودتكم دائما فراه غادي نخليهم لكم مكتوبين تحت الفيديو. اول حاجه كناخذوا واحد البول وغادي نديروا فيه داك الماء اللي كيكون دافي. فبالنسبه للماء ضروري خاصو انه يكون دافي باش تفاعل لكم الخميره ديالكم. غادي ندير معلقه صغيره ديال الخميره الرافعه الطبيعيه، كما قلت لكم هي الخميره اللي كنستعمل انا دائما وما عمرني لقيت معها شي مشكل صراحه. غادي نديرو كذلك معلقه كبيره ديال السكر سنيده، كنخلطوها مع الخميره باش الخميره ديالنا كتفاعل دغيا. وفي نفس الوقت راه داك السكر سنيده كيعطيكم واحد الحموريه، الخبز ديالكم كيجي محمر وزوين بزاف. فغادي نحركوهم مزيان باش ينسجم ليا السكر مع الخميره مع الماء اللي دافي، وكنخليهم تقريبا واحد 2 دقائق حتى 5 ديال الدقائق على جنب بين ما تفاعلوا. فهنايا غادي ناخذ شي شويه ديال المحسن الخبز، غادي نوريكم كيفاش تستعملوه. كتاخذوا شي شويه منه تقريبا نص معلقه صغيره وكنديروها في 500 غرام ديال الدقيق. فبالنسبه الى خديتوا هذه البوطه هذه فراه غتجلس عندكم شحال، وكونوا اكيدين ان جميع الوصفات ديالكم فراه غادي يكونوا ناجحين 100%. فكتاخذوا واحد البول غادي نديروا فيه الدقيق، غادي نزيدوا على داك الخليط ديال الخميره، غادي ندير كذلك زيت الزيتون. على فكره بالنسبه لهاد العجينه هذه فراه تقدروا تستعملوها حتى في البيتزا، راه كتجي غزاله، كتجي خطيره بزاف، كتجي رطبه ومفشفشه. راه غتشوفوا النتيجه في اخر الفيديو ما تمشيو فين. درت شي شويه ديال الملحه دائما كنديروها في الاخير صافي. وغادي نبدا نعجن العجين ديالي. فراه العجينه كتجي ساهله مع هاد محسن الحلويات الرافعه، ما كتجيكمش العجينه صعيبه بزاف. فكنعجنها تقريبا ما بين 5 حتى 10 ديال الدقائق. الناس اللي عندهم العجانه فراه تقدروا تستعملوا العجانه، ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبه للقوام ديال العجينه راك شفتوا كيفاش كيكون، خاصو يكون خفيف، ما خاص العجينه تكون قاصحه. غطيتها وخليتها تخمر تقريبا واحد نص ساعه، فراه دغيا كتخمر. ومن بعد غادي نفرغها من الهواء اللي كيكون فيها بهذا الشكل هذا. غادي نرش سطح العمل بشي شويه ديال الدقيق، وغادي نحط العجين ديالي وغادي نحاول نشكل منه كويرات اللي يكون الحجم ديالهم متساوي. فإلا عندكم ميزان فتقدروا تاخذوا الميزان وتعبروا العجين ديالكم باش يجيكم تقريبا كلهم بحال بحال، ما تجيكمش كويرات كبار وكويرات صغار. دونك هانتوما كما كتشوفوا يدينا فيهم شي شويه ديال الدقيق باش ما كتلصقش لينا العجين صافي. وكنشكلوا كويرات. ملي كنكملوا الكويرات ديالنا كاملين فكنحاولوا نرشوا سطح العمل بشي شويه ديال الدقيق باش ما تلصقش لينا العجين في سطح العمل، وكنحاول نرققوا العجين. انا بالنسبه ليا خليت السمك ديالو شي شويه غليظ. نتوما الا بغيتوا ترققوه حاولوا ترققوه مزيان باش يجيوكم تقريبا بحال المناقيش اللبنانيه اللي كنشوفوا. فهنايا غادي نحضر الخليط ديال الزعتر اللي غادي ندهنوا به هاد المناقيش هادو. فانا كتاخذوا الزعتر كطحنوه، ضروري انكم تدوزوه شي شويه
باش يجي بودغ تقريبا ما بين بودغ ومهرمج، يعني ما يكونش عاوتاني بودغ 100%. صافي كنزيدوا ليه زيت الزيتون وكنحركوه بهذا الشكل هذا. فالمناقيش فرا معروفين بالزعتر، وكاين اللي كيديروهم حتى بالجبن، كيجيو غزالين كيجيو زوينين بزاف. فانا غادي نحرك هذا الشيء هذا مزيان حتى كنحس بلي ان زيت الزيتون انسجمات ليا مع الزعتر بهذا الشكل هذا. صافي كناخذ الطاوه، بالنسبه للطاوه كنفرش ليها الورق ديال الفرن، وغادي ندير ديك الطبقه ديال الزعتر وزيت الزيتون من الفوق. فبالنسبه لهاد الفطائر هادو كيجيو زوينين، خصوصا انكم الا كليتوهم سخان مع شي كاس ديال اتاي او لا شي سوب او لا شي حاجه، راه كيجيو شي حاجه اللي زوينه بزاف. فاحنا كمغاربه ما غاديش نكونوا متعودين عليهم بيان سور لانهم كيداروا في الوطن العربي بزاف، ولكن جربوا وحكموا لانهم راه فعلا كيجيو زوينين بزاف. فغادي نحاول انني ندير طبقه ديال الزعتر وزيت الزيتون من فوق العجينه بهذا الشكل هذا حتى نكمل بنفس الطريقه. بالنسبه للاخرين غادي ندير فيهم الفخوماج، تقدروا تستعملوا اي نوع ديال الفخوماج متوفر عندكم. انا كان عندي ايضام وكان عندي موتزاريلا، استعملتهم بجوج. تقدروا ديروا جبن كريمي مع موتزاريلا وايضام الا بغيتوا، تقدروا ديروا غير واحد فيهم، المهم اللي متوفر عندكم فراه تقدروا تستعملوه. فبالنسبه للمناقيش ديال الزعتر فراه درت لهم شي شويه ديال الزنجلان من الفوق. فراه الا بغيتوا الزنجلان تخلطوه مع الزعتر وزيت العود فراه ممكن انكم تخلطوهم، غير انا كيعجبني انني كنديرهم من الفوق باش كيعطي واحد الديكور اللي زوين بزاف. في هذه الاثناء هذه كنكون مسخن الفران، كنسخن الفران على الجهه ديالو شويه شاعله من فوق ومن التحت، يعني بحال الا غادي نطيبوا البيتزا. دائما الفران على الجهد ديالو كنخليوه يسخن وكندخلوهم، راه ما كيدوش الوقت بزاف، تقريبا راه ما بين 5 دقائق حتى 10 ديال الدقائق او لا قل كاع راه كيطيبوا، يعني ما بين 5 حتى 8 هكاك راه كيكونوا واجدين، يعني كيكونوا ردوا معاهم البان كيتحمروا من التحت وكيتحمروا من الفوق صافي وكتخرجوهم. بالنسبه لهاد المناقيش اللي درتهم بالفخوماج درت لهم شويه ديال لي زيبيس اورينتال كتبقى اختياريه، هذه غير اضافه من عندي. زدتهم واحد المذاق اللي زوين بزاف صراحه، عجبني انا بزاف. وجربوا وحكموا راه فعلا كيجيو زوينين بزاف، وهما باقيين سخان كتقدموهم راه كيجيو زوينين. فكتخليهم حتى كيتحمروا بهذا الشكل هذا نتوما كما كتشوفوا، لونهم كيجي محمر ومذهب وكيجيو خفافين ولذاذ لان درنا فيهم محسن الخبز الرفيعه اللي هو كيعطيكم هاد الريزولطات اللي زوينه بزاف، وغادي يعطيكم نفس الريزولطات تقريبا في جميع المعجنات ديالكم، جميع الفطائر، البريوش، القرص، اي حاجه الخبز. فاستعملوه وردوا عليا الخبر. الناس اللي كيسولوني فين كيتباع فراه كيتباع في الاسواق التجاريه الكبرى فراه موجود. فدابا غادي نوريكم المناقيش كيفاش جاو، راه جاو غزالين الصراحه، جاو زوينين بزاف، جاو مقطنين راه ما تشبعوش منهم مع شي كاس ديال اتاي اولا شي سوب، راه كيجيو شي حاجه اللي زوينه بزاف. تقدروا ترققوهم على هكا الا بغيتوا، انا عجبوني بهذا السمك هذا، نتوما الا بغيتوا تزيدوا ترققوهم تقدروا ترققوهم غادي يجيو حسن. فنتمنى ان حلقه اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوهم لانهم فعلا يستحقوا انكم تجربوهم. فإلا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنسوش ديروا جيم الفيديو، ما تنسوش كذلك تخليوا لي التعليقات ديالكم والاراء ديالكم حول الوصفه ديال اليوم اللي كتحمسني دائما باش انني ندير لكم فيديوهات جداد. كنتمنى لكم يوم سعيد، الى حلقه مقبله بحول الله.